بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. فاحذر أيها المسلم هداك الله الاستهزاء بآيات الله، والاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء كذلك بشرع الله وبعباد الله المؤمنين. تذكير أولي الألباب بتحريم الاستهزاء بالمؤمنين أو نبذهم بالألقاب، وهي عبارة عن خطبة فإن المؤمنين ما يفعلونه هو منبعث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أبي عبد الرحمن فمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 19 من شهر ربيع الأول عام 1400. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أن ينفع بها من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا حديث عظيم، والشاهد منه القوة في الإيمان محمودة، والحرص على ما ينفع أمر مطلوب. ومن أعظم ما ينتفع به الإنسان هو إقباله على الله سبحانه وتعالى، وقبوله لأمره وشرعه وامتثاله لدين الله الحق. وإن الفارق بين العباد برهم وفاجرهم هو رفع الرأس وتعظيم الدين. فمن رفع رأسه بهذا الدين وعظمه وطبق شعائره وأدى حقوق الله، هذا الذي هو المرضي عند الله عز وجل. ومن لم يرفع رأسه بهذا الدين ولم يطبق شرع الله ولم يقم حدوده، فهذا مبغوض عند الله عز وجل، وأدلة ذلك كثيرة. وأمم مضت اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حتى بيت الله عز وجل ما كانوا يعظمونه، بدلا من أن يعظموه بالطواف وبالتوحيد وبالصلاة
وبغير ذلك من الشعائر الدينية العظيمة، قابلوا ذلك بالمكاء بالتصفيق والصفير. المكاء والتصدية هي التصفيق والصفير. واتخذوا أندية يتضاحكون ويهزؤون فيها، سواء كان من هذه الأمة التي كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن قبلهم. ولقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة صاحب ياسين وما بذله من النصح لقومه المجرمين. قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا. هذا قيل إنه موجه منه إلى قومه المجرمين ولذلك قتلوه، وقيل إنه موجه إلى الرسل من أجل أن يعلموا ذلك ويشفعوا له، وكلاهما صحيح. والأول يقتضيه السياق: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلوا الجنة. لما قال لهم هذا الكلام وصدع بالحق بين ظهرانيهم قتلوه، فأدخله الله الجنة. وبعد دخوله الجنة من حرصه على إسلام قومه أولئك المجرمين وعلى ما هيأه الله له قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال المفسرون: المؤمن حريص على نفع الناس في حياته وبعد موته. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقص الله عز وجل علينا قصته إلى قول الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فأتيت الأمم الماضية المكذبة من استهزائها بالرسل وتكذيبها لهم وعدم تعظيم دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وهكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما من رسول إلا وكان عليه من قومه أشد الاستهزاء، تارة بأفعاله وتارة بأقواله. ولقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، فقال أحد المشركين: من يعمد إلى سلا جزور بني فلان فيأخذ منه فيضعه على ظهر محمد. فعمد رجل منهم شقي وأخذ السلا وجعل ألقاه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجعلوا يتضاحكون. وجاءت فاطمة ورفعت عنه السلا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن التفت إليهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم يتضاحكون بأذية المؤمنين
هذا شأن المجرمين قديما وحديثا. قال الله سبحانه وتعالى عن المجرمين أنهم همازون لمازون، فهذا شأنهم. ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه أنه يصنع السفينة التي أمره الله أن يصنعها نبيه نوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أمره الله أن يصنع سفينة، فكانوا يمرون يقول سفينة في البر ويهزؤون ويتضاحكون. وهكذا يقول قائلهم لنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وهكذا مكنوا أنفسهم اللعب والهزء، وهذا صادر عن البغي، وصادر عن الكبر والإعجاب بالنفس، وصادر عن عدم تأمل العواقب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا مما ذكرنا لهذا الموضوع، ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به، أنه رجع إلى قومه وكان معتزلا كئيبا، فجاء أبو جهل لعنه الله وقال ماذا حصل يا محمد؟ أحصل شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بالليلة إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم؟ قال نعم. فقال هيا بني لؤي، بني كعب بن لؤي، فانتفضت المجالس إليه، يدل على أنهم كانوا أصحاب مجالس وأندية وصرحوا مرح. نعم. قال الله عز وجل فليدعو ناديه سندعو الزبانية، فجلسوا عنده فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين واضع كفه على رأسه وبين مصفق متعجب وبين متعجب مما حصل مما يزعمون من الكذب. وبعد هذا كله أخبرهم بقافلتهم التي جاءت من الشام، وأخبرهم بما حصل فيها، وجل الله عز وجل له بيت المقدس فجعل يصفه لهم يراه رأي العين. قالوا أما الوصف فقد صدق، ولا يزالون يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله هود عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى عنه أنهم قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهذا معنى قول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليس هذا خاصا بالأنبياء، بل إن من صدق مع الله عز وجل من الأولياء ربما ناله ذلك من المجرمين. قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
صارت أشد الأذية على المؤمنين بما ذكره الله عز وجل بالتغامز والكلام والفرح والشماتة وغير ذلك. هذا ليس شأن المؤمن، هذا شأن الكافرين كما وصفهم الله عز وجل، وشأن المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يعتبرون لعبهم على الحبال وتقلبهم في وجوههم وأقوالهم، ويعتبرون ذلك سياسة يستطيعون جذب الأطراف بها. فإذا جاءوا عند المنافقين قالوا نحن معكم نحن مستهزئون بهم، وإذا جاءوا إلى المؤمنين أظهروا لهم الإيمان. قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا ما هي هداية، هذا تلاعب. مجالس المسلمين يجب أن تكون مجالس حق ومجالس هدى ومجالس فهم لدين الله ومجالس خير وذكر لله عز وجل، وما كان خلاف ذلك وجب التنحي عنه. قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالله أعد العذاب المهين لمن يتخذ حياته ويتخذ دين الله سبحانه وتعالى هزوا. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذه خسارة، أنه خاسر من كان كذلك. قال الله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك بأنهم كفروا بآيات الله ذلك بأنهم كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فمن كان كذلك فإنه عرض نفسه لعذاب الله. وقال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخوض في الآيات والجدال فيها والاستهزاء والمراء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حرام، سواء كان في عنوان جريدة أو كان في لوحة منتدى أو كان في لوحة موضع من المواضع أو غير ذلك مما فشى بين المسلمين من اتخاذ القرآن والسنة عبارة عن شعارات ودعايات وتلفيق عناوين وغير ذلك. هذا ليس من تعظيم الله، بل إن هذا خطير جدا إذا كان على سبيل عدم تعظيم الله عز وجل. يقول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا إجرام، هذا حاصل في أوساط بعض المسلمين أصلحهم الله. التماثيل بالآيات والهزل بها والضحوكات على ما تضمنته الآية وغير ذلك، وهذا لا يجوز. إن هذا دين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليس بمتقي من يتخذ آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يقول الكلمة أو الباطل ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. فإذا قال إنسان قولا أو كتب كتابة أو لفظ بلفظ لقصد يضحك الناس ولم يتأمل في تلك الكلمة ربما أهوت به إلى النار. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فاحذر أيها المسلم هداك الله الاستهزاء بآيات الله، والاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء كذلك بشرع الله وبعباد الله المؤمنين. فإن المؤمنين ما يفعلونه هو منبعث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استهزأ بشخص لتمسكه بذلك العمل الصالح بصلاته كما فعل المشركون، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، اتخذوها هزوا ولعبا. بالصلاة كانوا يستهزئون، وهكذا يستهزئون بأشخاصهم وأفعالهم. باللحية أيضا يستهزئ كثير من الناس، بقصر القميص يستهزئ بعض الناس، باستعمال السواك يستهزئ بعض الناس، هكذا أيضا بسائر الأعمال. كل ذلك حرام، كل ذلك خطير، كل ذلك يحصل بين المسلمين في جرائدهم، في كتاباتهم، في تماثيلهم، فيما يزعمون هذه الأعمال الفسقية، تماثيلهم وغير ذلك، حتى بالمؤمنين. وإن مما يندى له الجبين أن نسمع هذه المقولة وهذه المهزلة وهذه الفتنة التي تضر بأصحابها من أناس مسلمين مصلين صائمين. إنه لو كان يصدر من الاشتراكية فقط لكان الأمر أيسر، ولكنه يصدر من المسلمين أن يهزأوا بمؤمنين مصلين صائمين بأشخاصهم بأعمالهم. كفى بالمرء إثما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحقر أخاه. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه، سواء بكلمة دحابشة أو بغيرها من الكلمات والمهزلات التي لا تصدر إلا عن سفهاء الناس وسقطهم، ولا تصدر عن إنسان يعرف ما يقول انطباقا لقول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعملا بقول الله عز وجل أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يفعل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا كله فسوق بنص القرآن ومخالفة لشرع الله وأذية للمؤمنين. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك أن تغتر ببهرج الاشتراكية أو ببهرج أهل الباطل من الأقوال والأفعال فتؤذي المؤمنين بغير الحق. والله قد وعد من آذى المؤمنين بغير حق بهذا الوعد العظيم، بهذه التوعدات العظيمة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أذية المؤمن من أزاحها عنهم كان ذلك من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. فإذا المسلمين ليس بالأمر الهين والاستهزاء بهم والكبر عليهم والغطرس عليهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لينتهين أقوام عن كبرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإعجابهم الحديث نحو هذا، أو ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفع النتن بأنفها. إنهم علماء، إن فيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم الزهاد وفيهم أيضا من هو من مساكين الناس وضعفائهم. بأي حق يرمى هذا على بلد كامل، على أمة بأسرها، على كذلك أيضا مصلين صائمين وغير ذلك، أن يوصفوا بشخص فاسق من الفاسقين الذين يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. شيء عجيب أن يرى الإعلان لعالم أو لداعي إلى الله
يريد أن يعلم الناس دين الله عز وجل، لا يريد جزاءه ولا شكورا. فإذا رأوا إعلان ذلك قالوا هذا الإعلان لجنوبي أو لدحباشي، هذا لا يرضاه الله سبحانه، ولا يرضاه رجل صالح، ولا يرضاه كذلك أيضا من عنده تقى لله سبحانه وتعالى أن يوصف ذلك الداعي إلى الله أو غير ذلك الداعي إلى الله عز وجل برجل فاسق، ويوسم برجل فاسق ممثل من الممثلين، وهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ورب العالمين.